السلام عليكم يا جماعة، أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ النهاردة هندخل في حته فيها قلق شويت بس مهمة، بالذات اللي عندهم عيال شقية. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو البيبي بلع فيتامينات. يا ترى إمتى يروح المستشفى ويرجع البيت سالم معافى؟ تخيلوا معايا كده، يوم عادي البيت مليان طاقة وشقاوة، الأولاد بتلعب بتضحك والدنيا زي الفل. فجأة في لحظة ثواني معدودة عينك ما بتكونش معاه، تلاقيه مسك علبة فيتامينات اللي أنت فاكرها أمان عشان يقوي الواد، بس في نظره هو دي حلاوة جديدة فيها ألوان أشكال وطعم يمكن يكون حلو كمان. بيمد إيده بيفتح العلبة أو بيحاول وبيأخذ منها كمية. يا ترى كم؟ الله أعلم. اللحظة دي هي اللي بتحبس الأنفاس، هي اللي بتحول الضحكات لقلق، ويا حبيبي بتبدأ رحلة الانتظار، ورحلة بتخليك تسأل إمتى الولد اللي بلع شوي فيتامينات يروح ويرجع من المستشفى للبيت سالم معافى. ممكن تكون بتفكر فيتامينات دي حاجة مفيدة مش بتدي صحة، صح؟ كلامك مضبوط، بس الحقيقة يا جماعة فيها شوية أسرار، فيها خطر لازم نعرفه ونفهمه كويس. الخطر ده مش في الفيتامينات نفسها في الأغلب، لكن في مكون واحد، مكون مهم جدا لأجسامنا، بس لو زاد عن الحد ممكن يقلب حياتنا كلها. الخطر ده هو الحديد. هنعرف ايه هو الحديد ده وايه بيعمل في الجسم. هنعرف ايه اللي بيحصل لما الطفل يأخذ منه كمية كبيرة بالغلط. هنعرف ايه اللي لازم نعمله فورا. وهنعرف امتى نقدر نطمن ونرجع طفلنا البيت بأمان. جهزوا نفسكم عشان في معلومات مهمة لازم نعرفها. يا جماعة الحديد ده معدن بطل، هو اللي بيساعد في تكوين الهيموجلوبين، ده بيشيل الأكسجين في الدم ويوصله لكل حتة في الجسم. من غير الحديد الجسم مش هيقدر يشتغل كويس، مش هيكون فيه طاقة ولا عضلات قوية ولا مخ صاحي. يعني الحديد ده مهم للنمو بالذات للأطفال، وعشان كده أغلب فيتامينات الأطفال فيها حدود معينة للحديد. لو الحديد ده زاد عن الحد بيبوظ الدنيا، بيبتدي يعمل سمية، الجسم مش بيعرف يتعامل مع الكمية دي، والحديد الزيادة بيبتدي يضر الخلايا ويدمر الأجهزة. يعني الحديد ده هو اللي بيخلي الموضوع خطير لما الطفل يأخذ فيتامينات فيها حديد بكمية كبيرة بالغلط. طب ايه اللي بيحصل جوه الجسم؟ الحديد الزيادة بيعمل إجهاد تأكسدي. يعني ايه؟ يعني بيبوظ الخلايا من جوة، بيكسرها وبيعمل فيها خراب. ده بيحصل في الجهاز الهضمي الأول، المعدة والأمعاء، وبعدين يدمر الكبد والقلب والمخ والكلى. يعني الموضوع مش بسيط وبيتطور بسرعة. أول حاجة الجهاز الهضمي. الحديد بيبتدي بتهريج المعدة والأمعاء، بيعمل التهابات ونزيف ومشاكل كتير. الأعراض اللي بتظهر في الأول بتكون غثيان، تحس إنك عايز ترجع، قيء وممكن يكون فيه دم أو شبه تراب القهوة. الحديد بيتفاعل مع الأحماض، آلام بطن، وجع شديد في البطن، إسهال، وممكن يكون فيه دم أو لونه أسود. كل دي أعراض تخلي الواحد يتخض، بس دي بتكون البداية. تاني حاجة المرحلة الخادعة. بعد شوية الأعراض دي ممكن تتحسن أو تختفي، الطفل يبان كويس زي الفل، بس ده مش معناه إن الخطر زال. الحديد اللي دخل الجسم بدأ يروح للأعضاء المهمة، الكبد، القلب، المخ، ويدمرها. دي أخطر مرحلة، لأن الأهل ممكن يفتكروا إن الموضوع خلص ويمشوا من المستشفى. ثالث حاجة صدمة وفشل الأعضاء. هنا بتبدأ المصيبة الحقيقية. الحديد بيبوظ كل حاجة، الكبد ممكن يفشل، والقلب ممكن ميعرفش يشتغل كويس، وممكن يدخل في صدمة، والدنيا تضيع لو مفيش تدخل طبي سريع. رابع حاجة مشاكل الكبد. الكبد بيبتدي يبوظ خالص، الطفل يبتدي يصفر، الجلد والعين وإنزيمات الكبد تزيد، وممكن يحصل نزيف وتختل وظائف الجسم كلها. خامس حاجة مضاعفات على المدى الطويل. لو الطفل عدي كل ده ممكن يحصل مشاكل في الأمعاء على المدى الطويل. عشان كده لازم نعرف خطورة الحديد ونعرف إيه اللي بيعمله في الجسم. بصوا يا جماعة، في أي سم في الدنيا كمية المادة اللي بتدخل الجسم هي اللي بتحدد خطورتها، والحديد نفس الكلام. عشان نعرف خطورة الموقف لازم نعرف كمية الحديد اللي الطفل بلعها، والكمية دي بنحسبها بالنسبة لوزن الطفل. يعني بنقول مليجرام حديد لكل كيلو من وزن الطفل. الجرعة السامة دي الجرعة اللي لو الطفل أخذها لازم نقلق ونروح المستشفى فورا. دي بتكون 20 مليجرام حديد لكل كيلو من وزن الطفل. يعني لو الطفل وزنه 20 كيلو يبقى الجرعة السامة يساوي 400 مليجرام حديد. الجرعة اللي ممكن تودي في داهيتي دي الجرعة اللي بتخلي الموضوع خطير جدا وممكن تهدد حياة طفلي. دي بتكون 60 إلى 180 مليجرام حديد لكل كيلو من وزن الطفل. يعني
لو الطفل وزنه 20 كيلو يبقى 1200 ميلغرام بداية للجرعة المميتة. يبقى لازم نعرف وزن الطفل ونعرف كمية الحديد في الفيتامين اللي بلعه. دي بقى أهم حاجة. لما الطفل بيبتلع فيتامينات فيها حديد بالغلط بتبدأ رحلة المستشفى، رحلة القلق والانتظار. لما توصل المستشفى الأطباء بيعملوا شوي حاجات بسرعة. السؤال عن التفاصيل، إيه اللي بلعه؟ لازم نعرف نوع الفيتامينات واسمها وهل فيها حديد ولا لا. كم الكمية؟ نحاول نعرف عدد الأقراص اللي بلعها الطفلة أو كمية الشراب. متى حصل ده؟ توقيت الابتلاع بيساعد الأطباء يعرفوا إيه المرحلة اللي وصل ليها التسمم. وزن الطفل كام؟ عشان نحسب الجرعة بدقة. فيه أعراض؟ هل فيه قيء، ألم بطن، إسهال؟ الفحص السريري، العلامات الحيوية، بيقيس الحرارة، النبض، ضغط الدم، التنفس. الفحص الجسدي، بيفحص بطن الطفل. فحوصات في المعمل، تحليل الدم، أهم حاجة هو تحليل الحديد في الدم. بيشوفوا كمية الحديد اللي دخلت مجرى الدم. تحاليل أخرى، ممكن يعملوا تحليل صورة دم كاملة CBC وتحليل وظائف الكبد والكلى. أشعة إكس راي، ممكن يعملوا أشعة على البطن عشان يشوفوا لو فيه أقراص في المعدة لسه، خصوصا لو الفيتامينات دي بتكون واضحة في الأشعة. أثناء ده كله الأهل في حالة قلق شديد، كل شوي بيبصوا على الطفل بيشوفوا لو فيه أي حاجة جديدة. بيخافوا من كل عرض ممكن يظهر. بيسألوا طيب إيه اللي هيحصل؟ طب هيخف ولا لقوا؟ إمتى هنرجع البيت؟ دي فترة صعبة جدا، بس لازم نعرف إن المراقبة في المستشفى هي أهم حاجة. لأن في الفترة دي الأطباء بيراقبوا حال الطفل، ولو ظهرت أي مشكلة بيتدخلوا فورا. وصلنا لأهم محطة في الموضوع كله. إمتى البيبي اللي بلع شوي فيتامينات يرجع البيت سالم معافى؟ الإجابة في الفترة دي من 4 إلى 6 ساعات بعد الابتلاع أو أكثر شوي. ليه الفترة دي بالذات؟ لأن في الفترة دي لو الطفل أخذ جرعة خطيرة بتبدأ أعراض التسمم تظهر، قيء، ألم بطن، إسهال. لو عدت الفترة دي والطفل ما ظهرش عليه أي حاجة من دي يبقى فيه احتمال كبير إن الخطر زال. أول حاجة بعد 4 إلى 6 ساعات بيعملوا فحص تاني، بيتأكدوا إن العلامات الحيوية كويسة وإن الطفل ما فيش عنده أي أعراض جديدة وإن بطنه كويسة. تاني حاجة لو عملوا تحليل دم ولقوا مستوى الحديد في الدم مش عالي أو في الحدود الطبيعية ده بيطمن أكتر. بعد كده لو الدنيا تمام والأطباء شايفين إن كل حاجة كويسة يبقى ممكن الطفل يروح البيت. طب إيه اللي بيحصل لو مفيش أعراض؟ خلاص تمام التمام، الطفل ما جاش فيه حاجة يبقى الحمد لله. ده معناه إن الجرعة اللي أخذها يا إما كانت قليلة يا إما جسمه تعامل معاها كويس. لو فيه أعراض أو شك أو حالة الطفل مش مستقرة لازم يبقى في المستشفى تحت المراقبة أكتر وممكن يعملوا تحاليل أكتر. لو الجرعة كانت كبيرة ممكن يحتاج علاج مثل غسيل معدتي، بس دي مش دايما بتتعمل، أو دواء بيساعد الجسم يتخلص من الحديد اسمه ديفيروكسامين أو ديفيروكسامين. أهم حاجة بعد ما بنعدي التجربة دي إزاي نحمي ولادنا من إنها تتكرر تاني. الوقاية الوقاية الوقاية، دي أهم حاجة. التخزين الآمن، الأدوية، الفيتامينات، أي حاجة ممكن تكون خطرة لازم تكون في مكان مرتفع، مقفول كويس، وبعيد عن متناول الأطفال. العبوات المقاومة للأطفال، العبوات دي مفيدة بس لازم تتأكد إنها مقفولة كويس جدا بعد كل استخدام. ويعلم الطفل إن دي حاجة خاصة بيهن بيأخذها عشان يبقى صحته كويسة، بس دي مش حلاوة. الوقاية هي أهم حاجة. نقطة. الوقاية بتبدأ بالوعي والتخزين الآمن ومراقبة أطفالنا. لو حصل أي حاجة لازم نتحرك بسرعة ونطلب المساعدة الطبية فوراً. أتمنى تكون المقالة دي فادتكم وعرفتكم حاجات مهمة، ويا رب دايما تكونوا بصحة وخير. متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد ومفيد. ولو عندكم أي أسئلة أو مواضيع تانية عايزين نتكلم فيها اكتبوا في الكومنتات. كلمة أخيرة يا جماعة، صحة الأولاد أمانة، خلوا بالكم منهم وربنا يحفظهم ويحميهم. سلام.